ألو، فطاير دمغستان؟ لو سمحت عاوز فطيرة سجق بالكيري. تمام يا فندم. العنوان فين؟ العنوان في مدينة الدايت. طب والدايت يا فندم؟ كرشك دلدل. يا ترى عارف ليه دايما بنحارب نفسنا بكل قوة وبرضه بنفشل بنطلب فطيرة السجق بالكيري؟ أهلا بيكم في دمغستان وبالتحديد في مدينة الدايت. علشان نجاوب على الأسئلة دي هنتعرف على بطوط اللي عايش في مدينة الدايت، وهنعرف يومه مشي ازاي، بالذات بعد ما يخلص يا عيني يوم شغل طويل ومرهق ومتعب جدا، ويرجع بيتهم الساعة 12 بالليل، مع انه بره من 9 الصبح بيرجع مش شايف قدامه، وغالبا ما اتغداش من كتر ضغط الشغل اللي عليه، لانه لازم يحقق التارجت عشان يجيب العربية من الريموت. ايوه بالظبط كده، اصل ريحة مقشة. المهم بطول بيرجع البيت وللاسف مش بيلاقي اكل وجعان جدا، وما فيش حتى طاقة لإنه يفكر هيطلب إيه يمشي مع الدايت. تلقائي أسهل وأرخص حاجة، وركز على أرخص لأنه بيحوش عشان يجيب العربية مريحة، وأول حاجة بتنط في دماغه هي فطيرة السجق بالكي. وللأسف باظ الدايت خلاص يا بطوط. بس مش ده السبب الوحيد، صح يا بطوط؟ بطوط بعد ضغط وتهديد اعترف إنه بعد يوم شغل طويل قوي ومرهق زي كده بيبقى عاوز يروق على حاجة، يجيب حاجة كده تبسطه وتحسسه إنه عمل إنجاز. كفاية إنه كان من يوم كامل في الشغل المجنون ده وهو بيجري ورا التارجت من غير ما ينتحر. لا، إنجاز فعلا يا بطوط ولازم نكافئ حاله. فبيقرر ينسى الدايت، يولع الدايت. يعني هو يا عيني هيلاقيها منين ولا منين؟ مش كفاية الشغل راح بين ريموت اللي مش عارف يجيبها؟ وأنت كمان يا بطوط هتعمل إيه بعد يوم طويل ومرهق أوي زي ده؟